ممثلة سورية تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات غريبة دعت صراحة للمشاهد الجريئة في سبيل الحبكة الفنية، ولا ترى عيبا في الخروج على الجمهور بملابس صعبة. ماذا قالت؟ ولماذا تفكر في اعتزال الفن؟ معطلة ممثلة ومطربة سورية من مواليد بلدة دير عطية التي تبعد حوالي ساعة عن دمشق. والدها كان يعمل مدرسا للموسيقى، عاشت في سوريا وأنهت دراسة الشهادة الثانوية الفنية هناك، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. بدأت عطلة الغناء في الحفلات القومية لكي توفر مصاريف الدراسة، وكان أستاذها بالمعهد الفنان السوري الكبير جمال سليمان، والذي كان يعتبرها إحدى طالباته المفضلات. وأثناء دراستها بالمعهد وهي في السنة الثالثة قدمت مسرحية من الأدب الروسي اسمها الحضيض، وكانت تقدم فيها شخصية فتاة تدعى ناستيا. وشاهدها في تلك المسرحية المخرج طلال محمود، الذي اكتشفها وقدمها للتلفزيون السوري في مسلسل نرجس الذي كان أول أعمالها على المستوى الاحترافي. وعندما انتقلت للسنة الرابعة بالمعهد اختارها الفنان السوري ياسر العظمة لتشارك في مسلسل مرايا. مؤخرا ألمحت الفنانة مريم عطلة لاحتمالية اعتزالها الفن في أي وقت واتجاهها لمزاولة مهنة أخرى بعيدة عن التمثيل والغناء. عطلة قالت إن الإنسان معرض في أي لحظة لتغيير طريقه الذي سلكه لسنوات، وذلك بفعل القدر وما يختاره الله، وأنها لا تلوم نفسها كثيرا وتحملها مسؤولية فشلها المهني في بعض الأوقات، لأنها لا تعرف أن تضع خطة وتحدد أهدافها. تصريحات أطلقتها الفنانة مؤخرا أثارت جدلا واسعا، قالت فيها عن مصطلح العانس إنها لا ترى أي إساءة فيه، بل وتعتبره عبارة عن مفردة لغوية ليس أكثر، ولا يحمل أي دلالة سيئة، وترى أن كلمة عانس عادية، فهي كأي مفردة لغوية أخرى لا حرج ولا إساءة فيها، وليست وصفا مسيئا. الفنانة ترى أن الأنثى التي اختارت أن تبقى دون ارتباط لن تتأثر عند سماعها تلك الكلمة طالما أنه قرارها، وأنه في حال جاء إليها أحدهم وقال لها أنت عانس لن تشعر بالانزعاج من الكلمة، بل على العكس ستبتسم وتضحك، لأن الكلمة عادية جدا من وجهة نظرها. الممثلة السورية لا تمانع من تقديم المشاهد الجريئة خلال الأعمال الدرامية سواء بالأداء أو اللباس، لا سيما إن كانت تخدم النص المكتوب والعمل ككل، بل لا يوجد مانع لديها من ارتداء المايو والملابس الجريئة في حال اقتضت الضرورة الدرامية ذلك. وترى الأمر ذاته ينطبق على تأدية مشاهد أخرى. ليس هذا فحسب، لكنها ترى أن تغييرات كبيرة طرأت على الدراما السورية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بالجرأة المفرطة في الأفكار والمشاهد، وللناس حرية الاختيار والمتابعة والانتقاد، بل وتشجع على هذا التطوير الذي تراه تحولا كبيرا في مسار الدراما السورية.